بدأ موسم حرائق الأحراج في لبنان باكرا هذه السنة، حيث التهمت النيران أجزاء من أكبر غابة للصنوبر البري في الشرق الأوسط في بطرماس قضاء الضنية. وبعد تضافر جهود عناصر الجيش والدفاع المدني ومتطوعي الجمعيات، جرت السيطرة على الحريق والبدء بعمليات التبريد تحسبا لإعادة اشتعال الجمر. أهل المنطقة وفعالياتها اشتبهوا بأن هذا الحريق مفتعل نظرا لاندلاع النار في هذه الغابة تحديدا أكثر من 7 مرات في السنوات ال20 الماضية، إضافة إلى أن أشجار السنديان تقطع في عيون السمك المنطقة المجاورة لبطرماس بغية بيع الحطب. أول شيء بسبب الحريق والله أعلم، إما أن واحد غريب مرق من هون بحب يعمل فتنة بالضيعة، أو ربما يكون واحد جاهل بأمور البيئة بأمور الطبيعة حب يشعلها ما خطبه إنه هالشيء مهم وإنه هي أكبر غابة بالشرق الأوسط، وربما يكون حدا بده يعمل حطب، فما بنعرف ما فينا نتهم حدا، بس هذا السبب بين انه مفتعل اصلا، لانه وجود 4 مناطق يحترف فيهن الغابه معناتها اكيد مفتعل، بس مين الفاعل هذا اللي نتركه للدوله وللاجهزه الامنيه انها تكتشف الفاعل. وزير البيئه في حكومه تصريف الاعمال ناصر ياسين شدد على ضروره اعاده وظيفه حراس الاحراج، لان وجودهم مهم لمراقبه اي حادث متعمد ومنعه. كنا يعني محظوظين لانه الجيش والدفاع المدني والجمعيات وكل المتطوعين اللي نزلوا من كل لبنان اجوا اليوم، من الجنوب للشمال للجبل اجوا، كلهم كانوا قاعدين عم بيساعدوا باطفاء هذا الحريق. نتعلم من هذه التجربه، لا نزال باول موسم حرائق الغابات لازم نشتغل على الوقايه وعلى المراقبه، واكيد نكون حاضرين للاستجابه. الوقايه والمراقبه اساسيه، البلديات والمجتمع المحلي وكل العاملين في هذا القطاع لازم يكونوا قاعدين عم يشتغلوا. لازم نرجع فكره مواتير الاحراج والمأموري الاحراج يكونوا موجودين، هودي اساسيات لانه بيقدروا يمشوا ويراقبوا ويمنعوا اي تعدي او اي شيء ممكن يكون متعمد بحرق هذه الغابات. ومع تغاضي الجهات المعنيه يزداد خطر اندلاع الحرائق العشوائي، ويتمادى سماسرة الحطب في التعدي على الاحراج، وهي الثروه الطبيعيه المتبقيه. ديانا عواظة، قناه الجديد.